اليوم الخامس: إرسالية يسوع. وهو يجي يسوع لمدينة الناصرة فين كبر. لاباس؟ لاباس. ونهار السبت ديال العبادة دخل للدار الصلاة بحال عادته. وطلبوه يقرأ لهم من كتاب نبي الله إشعيا. روح سيدي ربي عليا، اختارني باش نخبر المساكن بخبار كيفرح، صيفطني نخبر المحبوسين باللي غادي تطلق سراحهم والعميان باللي غاديين يشوفوا، وباش نعطي الحرية للمظلومين، ونخبر بالوقت اللي فيه غادي يقبل الرب شعبه. كيتكلم مزيان. اليوم راه تحقق المراد من هذا الكلام اللي قريته عليكم. تحقق هذا الكلام؟ ولكن ما كاين غير المسيح اللي يقدر يحققه. كيفاش نعرفوه؟ بلا شك غاديين تقولوا لي هذا المثل: الطبيب داوي راسك، وغاديين تقولوا عاوتاني دير في مدينتك بحال ما سمعنا عليك درتيه في كفرناحوم. نقول لكم الحق، ما عمر شي نبي تقبل في بلادو. وبهذا الكلام عرف يسوع براسو باللي هو المسيح المختار من الله واللي مرسول باش ينجي شعبه، ولكن اليهود ما قبلوهش باش يقول باللي هو المسيح، وبغاو يرميوه من فوق واحد الجرف، ولكن خرج من وسط الجماعة ونجا وهو يمشي، وهبط لمدينة كفرناحوم اللي في بلاد الجليل. واش أنا عندي الشجاعة والجرأة باش نقول الحق؟ شنو هما التضحيات اللي غادي ندير من أجل الدعوة ديالي؟ كيفاش غادي نتجاوب من اللي غادي يكلمني يسوع؟